الشغف الناس شايفة انه أكذوبة وناس تانية شايفة انه سر النجاح. صلي على النبي وتعالى اقولك الخلاصة. بس في الاول تعالى نتعرف هو يعني ايه شغف اصلا. الشغف هو الوقود اللي بيحركك تجاه حاجة بتحب تعملها. الحاجة دي وانت بتعملها بتحس بطاقة وسعادة، وفي نفس الوقت تخليك عايز تطور وتتعلم اكتر فيها، لدرجة ان الوقت بيعدي من غير ما تحس، كأنك بتلعب جيم ومندمج جدا في اللعبة، بتتحدى نفسك عشان تدخل للليفل الاعلى، كمان بتبقى مستمتع بالتجربة. طب ليه مهم ان الشغف يكون جزء كبير في شغلك؟ لان الشغف بيخلي نسبة نجاحك وانتاجيتك اعلى، بجانب كده بتكون مستمتع بالمهام اللي بتعملها بدون شعور بالضغط النفسي. طب ازاي نكتشف شغفنا؟ في مفهوم ياباني اسمه ايكيجاي، بيقول ان الشغف هو التقاء ما بين ما اجيد عمله وما احب. اقعد مع نفسك دلوقتي وشوف ايه الحاجه اللي بتعرف تعملها كويس وفي نفس الوقت بتبقى مبسوط وانت بتعملها. زي مثلا انت طباخه شاطره، ولما بتطبخي بتبقي مبسوطه ومندمجه في الطبخ، مش بتطبخي لان ده واجب عليكي، لا انت بتبقي مستمتعه بده. هنا هو ده الشغف، وانتم كل حد منكم عنده نقطه الشغف دي، هي بالفعل موجوده، احنا محتاجين نكتشفها بس. طب تعالوا ندخل على السؤال المهم، هل كل الناس اللي اتبعوا شغفهم وصلوا للنجاح الكبير ده؟ الاجابه للاسف لا. طب ليه؟ لان الناس عندها اعتقاد ان الشغف هو في حد ذاته النجاح، بس الحقيقه ان الشغف هو البوصله اللي بتحدد لك انه طريق هتنجح فيه اكتر، لكن من غير سعي ومحاولات انك تنجح هتقع كتير وهتيأس. طب الخلاصه ايه؟ الخلاصه ان مقوله اتبع شغفك اكذوبه ولا حقيقه؟ كل واحد بيتكلم من تجربته الشخصيه، لكن انت لازم تمر بالتجربه دي بنفسك، وخليك عارف ان الناجح الحقيقي هو اللي قادر يجمع ما بين شغفه مع العمل والمثابره على انه يوصل. لو عندك تجربه مع الشغف شاركها لنا في الكومنتات. سلام.